متواجدون هنا بملعب براقي، ملعب نيلسون مانديلا الذي سيحتضن اليوم المباراة الافتتاحية للشان، وأيضا حفل الافتتاح الذي ينتظره الجميع. ربما اليوم الجزائر عاصمة إفريقيا، نظن توافد جماهيري اليوم منذ الساعات الأولى للصباح، فيه جمهور غفير متواجد خارج الملعب في انتظار الدخول. ربما هناك البعض من حالفهم الحظ متواجدون هنا داخل الملعب. الأمور التنظيمية تسير بشكل جيد بالنسبة لمحيط الملعب. الدرك الوطني يقوم بمهمته على أكمل وجه. داخل الملعب هناك متطوعين الخاصين بوزارة الشباب والرياضة، أيضا ولاية الجزائر ومديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر. من دون إطالة زميلتي زهور يتواجد معي ربما بعض الأنصار اليوم حاضرين هنا من أجل مشاهدة المنتخب الوطني المحلي وحفل الافتتاح هنا بملعب نيلسون مانديلا. مساء الخير أخي، اليوم حاضرين هنا بملعب نيلسون مانديلا، نظن أول مرة راح تحضروا هذه المباراة، حفل افتتاح ومباراة للمنتخب الوطني أمام ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. الدخول كان الملعب كان سهل جدا. نشكر الدرك الوطني، السلطات المحلية. الحمد لله رانا نشوف الملعب تحفة عالمية، ونشكر رئيس الجمهورية اللي قدم لنا المجهودات كاع الملاعب، ونشكر قناة النهار ونرجيري، ونترحموا على اخونا حمزة ربي يرحمه بركاوي الله يرحمه. وان شاء الله اليوم تشاهد في الملعب من خارج، اسكو شاهدتوا من الداخل ولا تنتظر في الدخول؟ ابدا اول مره. متحمس متحمس كثير باسكو عده صحف افريقيه حتى في تونس المغرب الليبيين يتكلموا هذا الملعب كما يقول لك راه في تطلع على في المقام كما يقول لك، وان شاء الله يكون في الخير علينا. وماذا بينا يكونوا ملاعب واحد اخرين في الشرق، في الغرب، في شلف، قسنطينه، وارقله، بالشعر، عنابه. ان شاء الله يقدموا لنا المجهودات وبارك الله فيكم. والدخول صدقني بالله كان سهل جدا. شكرا، ربي يحفظك. بارك الله فيك، وتبقى النهار رقم واحد اللي مسهلت لنا كل الطرق ولا ربي يحفظك. حتى احنا نشكرك من هذا المنبر ان شاء الله. شكرا لك. سلام. ناخذ ربما بعض المتطوعين ان امكن واحد فيكم يتكلم. هذو متطوعين بالنسبه لمديريه الشباب والرياضه لولايه الجزائر اللي حيسهروا ربما اليوم على دخول الانصار. راكم واجدين لهذا الحدث، شفنا باللي راكم توزعوا على جل الملاعب وجل جل الابواب من اجل تسهيل دخول الانصار. السلام عليكم. الحمد لله رانا كما نقولوا واقفين، رانا مصباح ولا لهنا الدعوه راهي ماشيه الحمد لله. الامور راهي كما نقولوا راهي تسير على اتم الاستعداد، وان شاء الله يفرح الشعب هذا. وكما نقولوا احنا درنا اللي علينا، رانا واقفين. راك تشوف ستاف ليكيب كاع راهي واقفه، ان شاء الله تجوز على خير. وتحيه للجزائر. واش نقول لك ان شاء الله. ربما كلمه للجمهور اللي جاي حول الملعب، حول الحفاظ على الملعب وحفاظ على المنشاه. الجمهور والله الحمد لله كما نقولوا نقصت هذيك تاع كما نقولوا لاغريسيف قدامنا، الحمد لله والله غير كاع انتيك بيان راهم يستناو ندخلوا قدام ننظموا على الحاله، ننظموا الحاله ان شاء الله. ورانا هنا واقفين، وان شاء الله حتى كما نقولوا كما يحب الخاطر ان شاء الله. ان شاء الله. ناخذوا ربما راي خويا هذا الاخ. روح تفضل اعطينا كلمه. اليوم حاضر هنا في الملعب، يسمع عندنا سمانه وحنا نخدموا اجواء رائعه، ومرحبا بكم عندنا في ملعب نيلسون مانديلا. وكش ما يخصكم رانا هنا باش نقدروا عليه، وكش ما يخصكمش ثاني رانا هنا باش نقدروا عليه. ربي يحفظك. شكرا. تفضل. كان من الاوائل الحاضرين اللي دخلوا اليوم الملعب. واش فرحان اليوم في هذا الملعب؟ باين يعني فرحان، سورتو ديزاين تاع الملعب شباب بزاف. سي لا بروميير فوا يديروا لنا ستاد في الجزائر هكا شباب وكاع. ميم لا سيكوريتي ثاني شابه، شغل سيريو صحيح. واش اليوم متشوق باش تشوف الملعب وتابع اليوم اشبال مجد بوقره؟ بيان سور اكيد. كاع نتبعوا هنايا نادي زارجيريا جينيرالمون كاع نتبعوا البالون بزاف، نحبوا بزاف ان شاء الله فرحون. هما ينتظروا دعمكم كما شاهدتي زميلتي زهور. ربما توافد، ربما بدايه توافد الانصار، سهوله في الدخول كما صرح به الانصار. نظن انه العمليه متواصله خاصه في مختلف الابواب. نظن تشكيلات امنيه هنا متواجده، وايضا المتطوعين الخاصين بولايه الجزائر، وزاره الشباب والرياضه ومديريه الشباب والرياضه لولايه الجزائر. تفضل. اليوم حاضر انت ايضا هنا كمناصر تابع المنتخب الوطني، واش رايك في الاجواء اليوم، الدخول حتى الى ارضيه الملعب؟ والله العظيم حاجه شابه للجزائر هذه. الاجواء راهي كثير حماسيه،
والتنظيم راهو كبير، وان شاء الله نربحوا اليوم. اليوم شفنا منشآت ربما عالمية تزخر بها الجزائر، ملعب نيلسون مانديلا، ملعب ميلو تهدفي، تهيئة ملعب عنابة، تهيئة ملعب حملاوي، نظن عندنا منشآت عالمية ما شاء الله. والله غير منذ زمن كبير ونحن ننتظر هذه المنشآت تكون، بلادنا تتطور وهذه المنشآت عالمية، وهذه كما نقولوا زيادة فينا، ونشكروا جميع إنسان قام بالواجب وخدم هذه الخدمة الشابة. شكرا لك. اليوم نقولوا تنظيم محكم بالنسبة للدخول والخروج من الملعب، في انتظار ربما تواصل التحاق الجمهور. أيضا ربما معي متطوع آخر اليوم ليسهر على دخول الأنصار. تفضل، راكم اليوم ساهرين، شفنا راكم بزي موحد بالنسبة لكم، تسهلوا دخول الأنصار، راكم منتشرين على الأبواب، كيفاش تسير الأمور وكيفاش تسير العملية؟ يعني في الوقت الحالي الامور راهي تسير بكل سهوله والاخر المناصرين، وان شاء الله احنا رانا هنا متواجدين باش نسهلوا الامور على المناصرين ويجوزوا في طريقه سهله. كل مناصر ملزم بتذكره تحمل اسمه، بطاقه التعريف الوطني، يعني الدخول يكون مباشر. يكون مباشر. شكرا. نعم زميلتي زهور، كما تابعتي ضمن هذا المنظمين اليوم يسهروا على انجاح هذا العرس الافريقي هنا في الجزائر. ضمن اليوم الجزائر تحتضن منافسه مهمه كما صرح به امس ورئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، وايضا رئيس الاتحاد الافريقي باتريس موتسيبي الذي كان حاضر هنا واعجب كثيرا بهذه التحفه، وهنأ الجزائر على المنشآت القاعديه. عده شخصيات منها رئيس الفيفا ورئيس الكاف، وكذلك راح يحضروا الحفلة العديد من نجوم الكرة الإفريقية.